حنا هنايا يجي بلا سكنه قال اعطيني بنتك، وين تديها؟ ما نمتش، اشرب قهوه وروح لداركم. ما نمدلكش بنتي بلا سكنه، والله ما تديها. كاش المداهنه في هذه الامور. انا نقول لكم زوج حاجات: اللي ما يخدمش واللي ماشي عنده سكنه ما تمدولوش بنتكم. كاش مداهنه كاع، خليها عندك. هكذا قال الفقهاء: اللي ما يوكلكش بنتك وما يداويهاش وما يعالجهاش، خلي بنتك عندك اخوي، لا تديها تتمرمد. وإلا ما عنده السكنه الله يعينك ان شاء الله، روح لواحد اخر. انا ما نمدلكش بنتي بلا سكنه، فهمتني؟ كي تتزوج ودير البنت تفهم واش معنى بابات البنات، مفهوم؟ ما يغيظكش الحال، فهمتني؟ احنا المسلمين يا عاطفي، ها؟ كما هذاك اللي جو المطافئ يطفوا له النار، قال لهم والله العظيم ما بطفوها حتى تشربوا قهوه. هذا من قوه الحنانه، هذا وقت القهوه. وهذاك الحنين زادوا عنده زوج توام مد واحد، هذه ما عندهاش علاقه بالصدقه. زوج توام انت تصدق بولد، ولا تلقاه قاسي، قاسي جدا. لا يحزوجونا ومالينا ما قاع بدينا. انا واحد عطاني باب الله يرحمه، غرفه زحمتوا فيها باش من بعد ربي يكتب. وبالمناسبه سمعوها مني ونشروا هذا الكلام: انصح كل انسان انه يتزوج مع ماليه الا حب ينجح في زواجه، عكس واش راكم فاهمين. علاه؟ لانه يا شباب ضربوا لنا الاسره. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك وأن كل كلام يؤخذ في غير سياقه لا شك وأنه يحدث ضررا للمتحدث به، فضلا على من يستقبل الكلام، وخصوصا أن ما أثير في التصريح هو كلام مجتزأ من محاضرة فيها تجاوب بيني وبين الجلساء في مسجد، وكانت فيه مناقشة لمشاكل الزوجية وفتح للحوار مع الحضور، وتقريبا له شهور هذا الفيديو، وإلى الآن لم أستحضر تاريخ المحاضرة وكل سياقاتها. النقطة الأخرى أن الذي يعرفني لا يمكن أن ينسب إلي أنني أنكر على طالب البنت أن يسكن مع أهله، هذا كلام خطير جدا. أو أنه يؤجر. أنا من الشعب ومن الجزائر العميقة، أنا ابن هذا الشعب، أنا ابن الفقير المسكين، أنا أعيش في الأحياء الداخلية، أعرف هموم أمتي ووطني. فهذا بهتان عظيم. وأنا طالما قلت، والكلام مسجل في المساجد والإذاعات، أنصح الشباب المقبل على الزواج بأن يبدأ حياته مع الأسرة حتى يتدرب كلا الزوجين وينعم بنصائح الوالدين، والحياة أمامهم طويلة ومصيرهما لا شك إلى الانفراد ببيت خاص يسعهم مع كل مولود يرزق لهم، هذا شيء طبيعي. المأساة السادة المستمعين لا تكمن في أنني أخطأت أم أصبت، أنا لست معصوم، لكن المأساة ليست في هذه الجزئية. الإمام يخطئ وكل يؤخذ منه ويرد، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. ولكن المأساة فعلا هي في حجم الغل والحقد، التهم، السباب، التنمر، الفحش، القذف، مرذول الكلام، الطعن حتى في بناتي، في عائلتي، كمظهورات خطيرة لحالة يعيشها المجتمع، تردي الخط البياني الأخلاقي لأمتنا، ومما ينذر على خطر يحيط بمجتمعنا في قيمه، حيث أننا لا نحسن أبدا التصرف في فترات الاختلاف ودفع الرأي بالرأي والشبهة بالرأي. إن عنصر التثبت أيضا غائب تماما، أن نرجع البصر كرتين قبل نشر الفيديو أو نشر الأخبار عن الناس وعن الوجوه العامة، البابليك فيجر، عن الناس التي عرضها مباح كلا للناس، الناس الذين يظهرون. لست أنا فقط، يعني على مستوى الأدباء، الفنانين، المفكرين، الصحفيين، الوزراء، كل الناس إنما يطعن فيهم ليل نهار لأن الناس تظن بأنهم يملكون عرضا كلا مباحا. للأسف الشديد، أين عقولنا؟ مجتمعنا هذا ما الذي يحدث له؟
ولهذا الأصل ستر العورات وليس كشفها، لكن نحن نتنافس ونتحمس لهدم الشخصيات. والإنصاف خلق عزيز، ومن الظلم لأخيك أن تذكر أسوأ ما فيه. في الأخير أشكر قناتكم الموقرة، وأشكر كل الذين تضامنوا واتصلوا من شرق الجزائر من غرب الجزائر، على رأسهم السادة المشايخ والعلماء والأئمة والدكاترة والصحفيين وكل عينات المجتمع، وحتى يعني رجال أمن، رجال صحافة، وعينات المجتمع من الداخل والخارج، حتى من خارج الجزائر. فجزاكم الله الخير، وغفر الله لنا جميعا. وإن شاء الله هذا شهر المغفرة وشهر الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا ما كان من الخطأ والسهو والنسيان، وربي يغفر لنا جميعا، وتقبل الله صيام الجميع.